استنى، انت فضلت تسكرول من امتى لحد ما وصلت لي هنا؟ تقريبا كلنا كمهندسين ساعات بنتشتت ما بين مشروع والتاني، ده اللي بيخلي اي مهندس يتشتت وما بيخلصش شغله. زي انك تكون شغال على مشروع او تصميم مهم وفجأة تلاقي نفسك فتحت الموبايل، شفت الفيسبوك، رديت على كام رسالة وقعدت تروح وتيجي ما بين اكتر من حاجة. النتيجة ضيعت وقتك والشغل اللي كنت مركز فيه اتلخبط. التشتت ده مش بس بيضيع وقتك، هو كمان بيأثر على جودة انتاجك في الشغل. يعني لو كنت شغال على تصميم ميكانيكي او انظمة كهربائية، لو كل شوية بصيت في الموبايل او اتشغلت في حاجة تانية تركيزك هيروح. وايه الحل؟ الحل هو انك تحارب التشتت. ببساطة حاول تركز في حاجة واحدة بس. يعني لو انت شغال على مخطط هندسي خلي ده شغلك الوحيد، ولو انت مشغول في اجتماع خلي هو ده الوقت المخصص للتواصل مع التيم. خليك فاهم ان التشتت ده العدو الاول ليك، ولو في حاجة شاغلة بالك حاول تكتبها في ورقة جنبك عشان بعدين ترجع لها من غير ما تشتت نفسك. لو انت عايز تخلص شغلك بتركيز وبطريقة منظمة لازم تبعد عن كل اللي بيشتتك. المهم انك تقدر تسيطر على وقتك. الجيم في الموضوع ده انك لما بتركز بتخلص شغلك اسرع وبجودة اعلى. اتحدى التشتت وركز في شغلك.